ازاي نحسب عدد امبولات الحديد في علاج الايرون ديفيشنسي انيميا. انا هديله امبولات حديد قد ايه؟ تمام. عن طريق معرفة رقم الهيموجلوبين. انا عايز اعرف الهيموجلوبين بتاعي كام. طب ليه بقى؟ عشان ادخلها في المعادلة اللي جاية دي. المعادلة بتقول ايه بقى؟ فرق الهيموجلوبين مضروب في 150، والناتج اللي يطلع ازود عليه 500. ده يديني كام ملي جرام محتاجه العيان اللي عنده انيميا نقص حديد عشان اوصل له الرقم الهيموجلوبين الطبيعي. طيب ايه فرق الهيموجلوبين ديت؟ بص يا سيدي، فرق الهيموجلوبين ده يعني لو انا عندي مثلا عيان الهيموجلوبين بتاعه 8، تمام كده. طيب انا عايز اوصله للنورمال اللي هو 13. الفرق كام؟ الفرق 5. حلو قوي. يبقى انا المعادله بتقول لي ايه؟ اضرب فرق الهيموجلوبين اللي هو 5 مضروب في كام؟ في 150 زائد كام؟ زائد 500 زائد دي 500. تمام. طيب يطلع لي كام؟ يطلع لي 1250 مللي جرام. يبقى ده اللي العين محتاجه عشان يوصل الهيموجلوبين بتاعه للنورمال اللي هو 13. طيب انا عندي في السوق امبولات اسمها ساكروفير، وعندي كوزموفير اكتر الحاجات اللي بتستعمل. الامبولة 100 ملي، 100 ملي جرام في الخمسة سنتي ولا 5 ملي. طيب انا عندي قلت كام؟ 1250 لو فاكرين ملي جرام، والامبولة 100. يبقى اقسم 1250 على 100 عشان يطلع لي عدد الامبولات. 1250 على 100 هيطلع لي حوالي 12 ونص. 12 أمبولة ونص. قول 12 أمبولة. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن أنا المفروض أدي العيان اللي الهيموجلوبين بتاعه 8 12 أمبول من السكروفير. هديهم له إزاي بقى؟ بص يا سيدي، أول حاجة لازم تعرف إن أقصى عدد من الأمبولات في اليوم هو 2 أمبول. بتحلهم على محلول ملح، صلاين، تمام كده، وبيتاخدوا ببطء، ويا ريت في المستشفى. ليه بقى؟ عشان لو حصل حساسية من أي حاجة تبقى أنت مجهز تديهم. وبتجهز جنبك، بتجهز جنبك حقنة الأدرينالين اللي احنا بنعمل في الحساسية، والدكسا، والأفيل، والسوديو كورتيف كمان عشان بيشتغل أسرع. لو حصل أي أعراض حساسية بتوقف المحلول وتبدأ تدي الأمبولات دي. أعراض الحساسية تعرفها ازاي؟ هتلاقي العيان اللي بياخد الحديد المحلول ده هتلاقيه بيقولك ايه؟ أنا حاسس بتنميل في جسمي، حاسس بخنقة، وهتلاقي جسمه بيورم بسرعة. بتوقف الحديد. طبعا احنا بنغطي المحلول بحاجة سودا، كيس اسود مثلا او قماشة سودا او حاجة عشان الضوء. وبيتاخد في المستشفيات ويتاخد ببطء شديد جدا جدا جدا، ما يتاخدش بسرعة.